سلام، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم رجعت معاكم في وصفة جديدة اللي هي وصفة الكسكسي التونسي بالعصبان. راح نعملوها مع بعضانا وان شاء الله راح تنال اعجابكم. وش نحتاجو في هذه الوصفة؟ راح نبداو مع بعضانا كيف نحتاجو الكسكسي يكون خشين. بالنسبة لهنا انا استعملت وردة خشين، بصح راهو خشين سوا. انا نفضل لو كان تشريو المتوسط تاعو راح يكون احسن، ولا كسكسي تاعنا كسكسي ماما ولا يكون في الخشين ولا في المتوسط تاعنا مليح. في الخشين يجي الحجم تاعو مليح. بالنسبه للكسكسي ورده راهو المتوسط تاعهم كيما الخشين تاعنا حنا تاع ورد، عفوا كيما تاع حنا تاع ماما ولا اي كسكسي جزائري. الخشين تاعو كيما المتوسط تاعهم. لحنا نحطو الزيت ونحطو الملح، وما نساوش وسي نحطو شويه فلفل اكحل. هدية قبل ما نعملو حتى خطوة، يعني قبل ما نفوروه، قبل جست نحطوه في القصعة، نحطو له الزيت والملح والفلفل الاكحل ونخلطو كل شي مليح مع بعضه قبل ما نحطوه فور. ودركا واش حنديرو؟ حنغليو الماء مليح، لازم يكون ماء سخون مليح، يعني الماء يغلي، ونجيبوه ونبداو نصبوه فوق هداك الكسكسي اللي حطينا له الملح والزيت والفلفل الاكحل، ونخلطو مليح كيما راكم تشوفوا. نزلقو هذاك الكسكسي بالماء سخون. كل مره حنا نديرو نصبو الماء ونديرو يعني ندخلو فيه مليح ونخليوه يتشربو مليح. هذا الكسكسي راهو خشين، يعني شربوه قد ما تقدروا، ما تخافوش منه، لانه راح نفوروه. كاين كسكسي تونسي اللي تقدري تفوريه تفويره واحده حسب الحجم تاعو، بصح بالنسبه لهذا راهو خشين فوروه زوج تفويرات. لهنا بعد ما شربناه مليح واش راح نديرولو؟ راح نحطو في الكسكاس يفور الفوره الاولى. اكيد بعد ما خليناه تشرب هذاك الماء اللي بخيناه به، خليوه يتشربوا مليح قبل ما نحطوه يفور. لهنا واش نروح نديرو؟ نحط لهنايا جبت الاشواق تاعي، لهنايا جوست رحيت هذيك البصله تاعي حطيتها في البرمه، زدت لها قبل ما نحطها في البرمه. قليت قرون فلفل في هذاك الزيت قبل ما قليت فيه البصله. بعد ما قليت هذوكم القرون نحيتهم وحكمت لهنايا قليت البصله تاعنا باش نقليها في الزيت هذاك تاع الفلفل. وجبت الكعبه تاعي تاع العصبانه حطيتها لهنا. العصبانه تاعي راهي تقريبا شويه طيبه من برا لاني صمتها قبل، بصح مش لازم تصمتوها قبل، تقدروا تحطوها كيما هكاك. بعد ما تقليت العصبانه تاعنا والحمص تاعنا والبصل، زدت لها لهنايا 4 مغارف طماطم مصبره، مغارف كبار تاع شا، خليتهم يتقلاو مليح. ومن بعديكا مرقتها بالماء ونغلقوا على هذيك البرمه ونخليوها حتى تغلي. بعد ما غلات لي البرمه تاعي نجيب الخضره تاعي اللي كنت قشرتها من قبل ووجدتها، اللي هو كانت عندي جريوات وبطاطا وسناريه، حطيتهم في البرمه تاعنا باش يطيبوا لنا مليح. بعد ما حطينا الخضره تاعنا نجيبوا الكسكاس تاعنا هذاك اللي حطينا فيه الكسكسي باه نفوروه الفوره الاولى، لكن نخليه ساعه تهز البرمه الغليه. بعد ما حطينا الخضره تغلي الخضره باه نحطوا هذاك الكسكسي تاعنا اللي حطيناه في الكسكاس، لانه بعد ما حطيته في الكسكاس خليته كمل يتشرب هذاك الماء. لهنا كيما نشوف مع بعضنا راني فورنا الكسكسي تاعنا الفوره الاولى. هذه الفوره الاولى نحيوه من الكسكاس. واش راح نديرو؟ راح نزيد نبخوه المره هذه مش بالماء، لا بهذيك المرقه واللي هي كانت تغلي نبخوه بها، ونكملوا نزلقوه كما زلقناه المره الاولى بالماء، معناها نبخوه بها ونبقاو ندخلوا فيه هذيك المرقه الى ان تتشرب هذيك الكسكسي بالمرقه. لهنا برك ملاحظه، في المرقه تاع الكسكسي راني قليت معاها يعني ملحتها وحطيت لها الفلفل الكحل وحطيت لها راس حانوت. كي جيت نشوف الفيديو لقيته ما تصورش. كي قلينا البرمه تاعنا بالبصل وحطينا الحمص والعصبانه، وراح نقليو معاها الثوم
ونملحوها، نحط لها فلفل كحل وراس حانوت، واللي عندها فلفل احمر كلكو سوا حار ولا حلو تحط. بالنسبه للحضور هذيك اختياري، اللي تحب شويه هريسه عربي شويه هريسه عاديه هذيك اختيار. لهنا هدي ملاحظه برك، نرجعوا للفيديو تاعنا. بعد ما فار الكسكسي الفوره الثانيه نحطه في القصعه تاعي، ونجيب هديك المرقه كامله اللي في البرمه نصبها. ما تخافوش راح يتشرب، لا لا غير صبوا 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 يا ربي، لا لا صبوها كامله. ولهنا نصفيو هداك الحمص باسكو راح يتشرب. سورتو كيما قلت لكم ورد الخشين راح يحب مرقه ياس. بالنسبه للاخرين راح يجي قد قد، يعني ما يجيش شايح. انا هدا جاني بني شويه شايح، يعني اول مره نستعمل كسكسي ورده خشين، لكن بنين يعني مش. اما اللي حبوا شويه مبلول مبلول يزيد شويه مرقه على اللي عملتها انا، يعني يخلي فيها شويه مرقه. وانا انصحكم صراحه ما تستعملوش هدايا الخشين. لهنا بعد ما تشرب هديك المرق تاعنا مليح، وطابت الخضره تاعنا وطابت عصبانه تاعنا، هاو لهنايا النتيجه تاعنا حطيناه في صحن التقديم. وهاو شوفوا لي كيفاه جا، شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا في القناه. سلام.